المواطنين كاملين. درنا مع المغاربه بالدارجه ودرنا مع المغاربه بالدارجه 20 فبراير وفهمونا مزيان. اليوم هاد شي واحد عاق قال انا خصني نهضر مع المغاربه بالدارجه باش يفهموني، والمغاربه اللي يفهموا بانك كتكذب عليهم، المغاربه اللي يفهموا ما عندناش الثقه في هذا النظام، ما عندناش الثقه في هذه الحكومه، لان ما زال الاستبداد، ما زال الفساد. اذا الثقه عندنا في الشعب، الثقه عندنا في هاد المواطنين. الان غنعرفوكم الملف اللي كاين. اذا بعد التراجع شويه، واحد التراجع ديال حركه 20 فبراير، لان المواطنين المغاربه وحنا جزء منهم مسالمين. قالوا ربما تكون شي اصلاحات، ربما تكون شي حاجه بهذا الشيء هذا اللي جا ركبت عليه العداله والتنميه وركب عليه بالكيران على حركه 20 فبراير بالتحالف مع اسيادو، بالتحالف مع النظام الملكي. تبنى الخطاب ديالنا قلنا خليه، تبنى الخطاب 20 فبراير الله يعاونو. ملي مشى بقات عنده صلاحيه وحده، هو كيضحك الملك، هو فرحان اللي قال لك انا كنضحك الملك باش الملك ما يتقلقش. وحنا المغاربه واخا كاملين يتقلقوا، حتى كيبان لا ولد الملك. اذا تعرفوا بان حنا 20 فبراير ما زالت حيه. خليها مولك، خلي 20 فبراير ما زالت حيه والدليل ها هو. اذا الان المعلم شنو؟ الان خليها مولك. الان نعرفوا بهذا الملف، هذا الملف لان الديباجه ديال حقوق الانسان في الدستور المخزني الممنوع، الدستور ديال اليوز في الديباجه ديال حقوق الانسان. اذا قريتي كتقول لي ولاشي البوليس ما بقاش لا ديمقراطيه لا حقوق الانسان، ما بقى لا اعتقال، ما بقى لا تعذيب، ما بقى لا اختطاف لا والو. الا ان كاين جو النظام المخزني، جو العقليه عنده. يعني هو عمل في السياسه النعامه، ملي خرجوا الشعب المغربي في اطار الربيع العربي وخرجوا مئات الالاف الشوارع كيحتشوا صباحا مساء، عمل السياسه ديال النعامه ووهم المغاربه بانهم لبالوا المطالب ديالو، ووهم المغاربه بان كاين عزيز، ووهم المغاربه بان كاين دوله جديده وكاينه دوله الحق ودوله القانون. الا ان احنا يوما بعد يوم واسبوعا بعد اسبوع المغاربه كيتاكدوا بان الخطابات الدعائيه خطابات لا اسال من الصحه، واللي عادت الدوله البوليسيه، عادت دوله الحسن الثاني، عادت الدوله ديال ادريس البصري الله يرحمهم كاملين. هاد الدوله هذه رجعت في الاحتقان وفي الاغتصاب وفي التحديد، رجعت الدوله البوليسيه. شنو بدا كيعمل؟ شنو بدا كيعمل النظام المخزني؟ بدا كينتقم ديك الشباب وديك المناضلين ديال حركه 20 فبراير، واحد واحد كينتقم منه. اذا هذا الملف اللي فيه حنايا عندنا المحاكمه ديال المناضله وفاء شرف، المناضل مفتي خفيفي يتابع في حاله صلاح مؤقت، وفاء شرف هي معتقله. علاش معتقله؟ هذه مناضله ديال حركه 20 فبراير، ومناضله ديال جمعيه الانسان، ومناضله ديال المجالس العماليه. 27 ابريل ودابا سمعوني مزيان، دوله الحق والقانون والقضاء هو الملك وكيل العداله، وكيل الملك ما كيطبقش القانون، ما كيطبقش القضاء. تليفون لان ماشي هو الوكيل ديال الشعب، ماشي الوكيل ديال العدل، لانه هو وكيل الناس. اذا هذا وفاء شرف 27 ابريل تم الخطاب ديالها بواحد السياره بيضاء، وتم التحديد ديالها والضرب ديالها، وبداو تنتسنايا وطلقوها. كنا نعتقد بان العلاج حنا في دوله الحق والقانون. المناضله شنو عملت؟ قدمت شكايه في القصور، الشرطه في السجون، المجرمة الحقيقية، الفرقة الوطنية، الفرقة الوطنية، وفاء ضحية،
أسامة تحية ورمز النضال والصمود